هل في معلومة دقيقة يا سيادة السفير؟ يعني هل في معلومة استخباراتية دقيقة ولا كلها لسه speculations؟ يعني زي ما سمعتي حضرتك السيد وزير الخارجية على حد علمي، واعتقد ان السيد وزير الخارجية كان واضح في هذا، نحن لم نتلقى تفاصيل هذه المعلومات الاستخبارية او طبيعتها. ما نعرفه هو ما يتداول، او ما قيل لنا هو ما يتداول في وسائل الاعلام، وهذا ليس معلومات. المعلومات يجب ان تكون معلومات دقيقة محددة بالوقت والساعة ومن واين. هذا لم يحدث. هل سبق أن اتخذت بريطانيا موقف مشابه في حوادث مثلا سقوط طائرات، في حوادث حتى في تونس لم تتخذ مثل هذا الموقف؟ لا اتخذت هذا القرار. خلينا صراحة، أنا شايف الإعلام المصري بيقول لم تتخذ هذا القرار في تونس. تم إجلاء كل التونسيين البريطانيين، أنا آسف، الموجودين في تونس، وتم حظر الطيران لتونس منذ هذه الحادثة وحتى اليوم. لا توجد سياحة بريطانية تتجه إلى تونس. مشاهداتي من خلال فترة عملي في بريطانيا أن القرار السياسي يغلبه اعتبارات السياسة الداخلية والأخذ بالأحوط بالاعتبار للصورة المالية وتأثير هذا القرار على مصالح دول. أشكرك جدا سفير